خليك قاعد معانا أحمد زكي في شقة سعاد حسني وتالتهم عم مهدي. عانت سعاد حسني من متاعب شديدة في ظهرها بدأت تلازمها بعد أن انتهت من تصوير المسلسل هو وهي، وفي منتصف الثمانينات، وهو المسلسل التلفزيوني الوحيد اللي مثلته سعاد حسني وشاركها بطولته النجم أحمد زكي، عن قصة سناء البيسي وسيناريو وحوار وكلمات أغاني صلاح جاهين. وبذلت سعاد حسني جهدا خارقا في هذا المسلسل اللي تم تصويره في استوديو 5 بالتلفزيون المصري وعرض في رمضان سنة 85. وكان السعاد تبيت في الاستوديو وتقيم بشكل شبه دائم في مبنى مسبيرو لإنجاز العمل، وأرهقت إرهاقا شديدا في التمثيل والغناء والاستعراضات التي أدتها في المسلسل، واتبعت نظاما غذائيا قاسيا أدى لانخفاض وزنها بشكل كبير، ما أثر بالسلب على صحتها بشكل عام. ومما سمعت من المقربين من سعاد حسني مع بداية ظهور متاعب الظهر عندها أثناء تصويرها حلقات هو وهي، بيقول إن المخرج الكبير الراحل يحيى العلمي كان يرى أن يمثل أمام سعاد حسني نجم كل حلقة، لكنها أصرت على أن يمثل أحمد زكي فقط جميع حلقات المسلسل أمامها. أقول أيضا أن أحمد زكي كان قريبا جدا من سعاد حسني على المستوى الإنساني والفني، وربما كان هو الفنان الوحيد الذي سمحت له السندريلا بلقائها في منزله في فترة مرضها. وقد حكى لي خادمها الخاص عم مهدي موقفا يبدو غريبا حدث بين سعاد حسني وأحمد زكي، وكان عم مهدي شاهدا عليه بل مشاركا فيه. قال عم مهدي إن بعض الفنانين كانوا يسألون على سعاد حسني تليفونيا، وإن الفنان عبد العزيز مخيون جاء لها مرة إلى المنزل وأراد أن يقابلها، وترك لها خطابا طالبها فيه بالعودة للسينما والخروج من العزلة، وكان الخطاب الذي كتبه لها مؤثرا جدا. غير أن الفنان الوحيد الذي جاء للقاء سعاد حسني واستقبلته بنفسها وجد معه أثناء مرضها كان أحمد زكي، مما يدل على منزلته الكبيرة لديها. وقال لعم مهدي إن أحمد زكي جاء لزيارة سعاد حسني في فترة مرضها، وقبل سفرها لندن أوصلته لباب شقتها وطرقت الباب وفتحت لنا السندريلا، وكانت وحيدة في الشقة، فلم يكن أحد موجود معها سواء خادمتها سناء أو فوزية التي تقوم بتنظيف الشقة وإعداد الطعام، أو زوجها ماهر عواد، أو ابن أخيها محمد جلاء الذي اعتاد على قضاء أيام معها. وبعد السلام الحار جلس أحمد زكي وبدأ يتبادل أطراف الحديث مع سعاد التي طلبت مني أن أقوم بإعداد الشاي ثم القهوة. وبعد أن قدمت لهما فنجاني قهوة هممت بالانصراف، واستأذنت السندريلا وقلت لها بعد إذن سيادتك سوف أذهب لقضاء بعض الأمور الخاصة بالعمارة. فإذا بها تقول لي لا يا عم مهدي خليك قاعد معانا. وتصورت إنها بتقول لي كده على سبيل المجاملة، وكانت في غاية التواضع مع البسطاء والفقراء. وهممت بفتح باب الشقة، فإذا بها ترفع صوتها بعد الشيء وتقول لي اتفضل اقعد معانا يا عم مهدي. واعتبر ده أمر، فاضطررت لتنفيذ أمرها والجلوس معها، ولم يصدر عن أحمد زكي أي رد فعل على تصرف السندريلا، واستمر في حديثهما عن الفن والسينما وأحوالهما في الحياة. ثم ودع أحمد زكي وانصرف. وسألت عم مهدي عن تفسيره لإصرار سعاد حسني على وجوده وحضور جلستها مع أحمد زكي، فقالت لي الرجل بكل بساطة هي كانت وحيدة في الشقة ولم يكن معها أحد من أقاربها، ولم يكن زوجها ماهر عواد موجودا، ولأنها كانت تعرف الأصول، ولإدراكها أننا نعيش في مجتمع شرقي، ولإخلاصها واحترامها لزوجها ماهر عواد، فقد رأت السندريلا وقررت في لحظتها أن ليس من الله أن تجلس وحيدة مع رجل آخر في غير وجود زوجها أو أحد من أقاربها، حتى لو كان هذا الرجل هو أخلص وأقرب أصدقائها، حتى لو كان هذا الرجل هو أحمد زكي الذي قالت هي عنه وعن علاقتها الفنية به إنه ضرتي في الفن. أحمد زكي الذي وجه رسالة إلى سعاد عقب المقال القاتل الذي كتبته الراحلة مديحة عزت فيروزة اليوسف، وادعت فيه إن سعاد تتسول في لندن، ووجه لها رسالة وقال فيها يا سعاد ضعفك هو ضعفي، أنا حاسس بيكي لأنك زي ما قلتيلي في يوم انتي توأمي في الفن وضرتي. بقول ليكي اقف على رجليكي وافرحي بفنك وأيامك، وسيبك من البذاءات والتفاهات، شوفي تأثيرك على الجيل. أنا لقيت صديق لابن هيثم عمره 17 سنة بيتكلم عن أفلامك بحب وشافها كلها. أحمد زكي شارك مع سعاد حسني آخر 3 أعمال في حياتها، وهي مسلسل هو وهي سنة 85، وفيلم الدرجة الثالثة سنة 88، وأخيرا فيلم الراعي والنساء آخر أفلامها سنة 91. وقد شاركها قبل هذه الأعمال الثلاثة الأخيرة في حياتها عملين آخرين، وهما فيلم شفيقة ومتولي سنة 78، وفيلم موعد على العشاء سنة 81.
وفي فيلم شفاء متولي اللي بدأ عرضه سنة 78 لتناول الحكاية الشعبية الشهيرة اللي حدثت في إحدى مدن الصعيد عن شفيقة التي قتلها أخوها متولي بعد أن انحرفت عن طريق الخطيئة. أصر سعاد حسني على الاستعانة بأحمد زكي ليمثل أمامها دور متولي، ورغم صغر مساحة الدور نسبيا إلا أن سعاد حسني رغبت بشكل قاطع أن يذهب الدور لأحمد زكي تعويضا له ورد اعتبار عما حدث. فيلم الكرنك اللي أنتج سنة 75 اللي كتب وأنتجه ممدوح الليثي وتولى توزيعه المنتج رمسيس نجيب، إذ كان أحمد زكي هو المرشح للقيام بدور البطولة، دور طالب الطب إسماعيل الشيخ أمام سعاد التي قامت بدور زينب عبد الكريم طالبة الطب وحبيبة إسماعيل. إذا اعترض رمسيس نجيب على أحمد زكي ورأى أن الجمهور لن يتقبل فكرة أن يكون هذا الفتى الأسمر النحيل هو حبيب النجمة الجميلة المتألقة سعاد حسني، ولما حاول السعاد ومعها المخرج علي بدرخان وكاتب السيناريو والحوار ممدوح الليثي إثناء عن رأيه في أحمد زكي وإقناعه أن أحمد زكي في الفيلم سيكون حبيبا للفتاة الفقيرة ابنة الفقراء التي تقيم في حارة بائسة زينب عبد الكريم وليست النجمة الجميلة سعاد حسني، رفض كل محاولاتهم وتوقع أن أحمد زكي لن يكون نجما على الإطلاق. وأخبر ممدوح الليثي أحمد زكي باستبعاده من الفيلم، فصار ثورة عارمة ومر بأزمة نفسية ثم تحدى نفسه بعدما عرف رأي رمسيس نجيب فيه. أما العمل الخامس الذي وقف فيه أحمد زكي أمام سعاد حسني فكان فيلم موعد مع العشاء، اللي استوحاه محمد خان من خبر صغير في صفحة الحوادث عن سيدة قتلت زوجها ليبنى عليه قصة الفيلم التي تناقش فكرة الموت من خلال حكاية نوال التي تتزوج رجل الأعمال المتسلط عزت أبو الروس ويعتاد على إهانتها ومعاملتها عن أنها قطعة أساس إلى أن تحصل على الطلاق منه، وتحب شكري خريج الفنون الجميلة وتتزوجه ولكن طليقها بالروس يصدمه بسيارة ويقتله، فتقرر نوال الانتقام وتستدرج بالروس وتضع له السم في الطعام، فيصر على أن تأكل هي منه أيضا فتأكل لتموت معه. قام سعاد حسني بدور نوال وأحمد زكي بدور شكري وحسين فهمي بدور عزت أبو الروس. وبالطبع كانت أعمال سعاد حسني وأحمد زكي ناجحة باستثناء فيلم الدرجة الثالثة، وهو الفيلم الذي يمكن وصفه بالفيلم الغريب.